وبعتت إنجي رسالة للأمير كايل وقالت له: عزيزي كاي، أنا حسيت بارتياح كبير لما شفت رسالتك، وكنت قلقان عليك جدا، وبتمنى ليك كل التوفيق بغض النظر عن المدى في علاجك، وهكون في انتظارك، ومش عندي أي رغبة في تلقي أي هدية منك لعيد ميلادي، لكن في حاجة واحدة أتمنى تحقيقها، وهي أمنية واحدة بس عايزاك تحققها، لكن مش عارفة انت هترفض ولا لأ. انا عاوزة وارغب في رؤية وجهك يا كاي. وساعتها كايل بيسرح وبيقول: انجي، انت مش مدركة ايه اللي بيدور في ذهني لما بشوف ابتسامة صادقة على عكس العلاجات الاخرى، ولما بتعبري عن افكاري ومشاعرك بحرية دون التأثر برأي الاخرين. انا وجدت نفسي مفتونا بك، كأني وقعت ضحية لسحري. أجد يديك الصغيرتين ساحرة، وشعرك اللامع، وعينيك الجميلتين، ووجهك عندما يحمر باللون الورد لما بتخجلي. انتي حقا مش مدركة قد ايه انا مفتون بيكي. لما تكتشفي اسراري يا ترى هتفضلي جنبي دايما حتى بعد ان ترى كل ما في داخلي. وبنروح لإنجي وبتكون نايمة وبتحلم انها في الغابة، وبتشوف شخص وبتفضل تنادي عليه وبتقوله: انت سامعني او شايفني؟ ارجوك قول اي حاجة. ولسه هيقول اسمه، انجي بتصحى وبتقول: مش معقولة، ده حلم، ده اكنه حقيقة. وساعتها امها بتصحيها وبتقول لها: قومي يا انجي، في هدايا جاتلك بمناسبة عيد ميلادك، هدية من منزل بلو كايل وصلت. وبيقول لها: عزيزتي انجي، اتمنى ليكي عيد ميلاد سعيد في سن 18، على الرغم من المؤسف اني ما سلمتش الرسالة دي بنفسي، لكن الرسالة تحتوي على خالص تمنياتي. اتمنى ان يكون هذا اليوم هو الاسعد بالنسبة ليكي، وفرحتك تطول. انا ابذل قصارى جهدي عشان اتعافى، لذا انتظري 10 ايام اخرى فقط، وهديكي هديتك الحقيقية بعد ما اشوفك. وبعتلك حاجة تسمى بكرة التلج، بتخليكي تشوفي تجربة جمال التلج حلول العام كما لو كان عيد ميلادك دايما. اتمنى ان تعجبك. وفضلت انجي تتأمل في هدية كايل وسابت كل الهدايا التانية. وساعتها قالت امها ان عيد ميلاد كايل بعد عيد ميلادك بيوم فقط. وساعتها اتصدمت انجي وقالت: انا ما كنتش عندي اي فكرة ان عيد ميلاد كان قريب جدا من عيد ميلادي. ما كانش عندي اي فكرة ان عيد ميلاد كاي قريب جدا من عيد ميلادي. وفضلت زعلانة انها ما كانتش تعرف المعلومة دي. فقالت امها: مفيش فرق كبير يا انجي، وعلى فكرة الدوج بلو كايل واللورد كايل بيتركوا اعياد ميلادهم تمر بهدوء. فقالت انجي: ليه ده؟ فقالت لها: اللورد كايل يكره اي شكل من اشكال الاحتفال الباهظ، واعملي نفسك انك ما تعرفيش اي حاجة المرة الجاية لما تزوريه. منزل بلو كايل ليس عائلة عادية زينا، دول عالم مختلفة عننا ولازم نحترم ده. انجي بعتت رسالة لكاي وقالت له: كاي، كان عندي عيد ميلاد النهاردة رائع ومليء بالتمنيات الرائعة من العديد من الاشخاص، وجات لي هدايا كتير، لكن افضلها واحلاها هي هديتك، كانت الكرة الثلجية اللي قدمتها ليا، وبشكرك على اعطائي هدية الشتاء. وعايز اقولك اني افتقدتك، وبمجرد اكتمال الجولة دي من العلاج كده المفروض انت بقيت كويس. وهل اخيرا هشوف ابتسامتك؟ وبتفضل انجي تدعي ان كاي يخف، وفجأة بتسمع صوت وحد بيقول انه لا يتلقى عملية نقل الدم، وده امر خطير، وده يعني فقد العلاج. وبتسأل انجي: نقل الدم وعلاج؟ وبيكملوا وبيقولوا: دعونا نعود ونكلم السيدة دونيس. وبتقول انجي: هما بيتكلموا عن ايه؟ انا شفت الشخص ده قبل كده، ده جاي عليا. مرحبا. فقال لها: اعتقد ان الطريق صادفنا قبل كده، فاكراني؟ او ممكن اول مرة.
فقالت له عفوا. فقال لها انا هنا بس عشان اساعد خالتي لانها بتشتغل كمسؤولة عن الكنيسة دي، بس عشان اساعد خالتي. فقالت له خالتك هي هيستر؟ فقال لها ايوه. فقالت في بالها يبقى المرة الاولى اللي شفته فيها هو كان مع خالته هيستر. امي قالت لي قبل كده ان اخت هيستر الكبيرة اتوفت بسبب مرض مزمن، والطفل اللي ولدته كان مصاب بالمهق، عشان كده السبب ان عينيه لونها غريبة. فقال لها انا ممكن اوصلك لان الوقت اتأخر. فقالت له انا هكون بخير وعارفة الطريق. وساعتها سابته ومشيت. وبترجع انجي تنام، وفجأة بتروح في الحلم وبتشوف الشخص تاني في الحلم مرة تانية، وبتقول لازم اعرف هو مين ده. وفجأة بتظهر نار ومش بتعرف تتحرك ولا تتكلم. فقال لها هنتقابل تاني، لا تنسيني، انا اسمي مارتن سيلفا. وساعتها صحيت من النوم وقالت مارتن. وساعتها بتروح لنفس المكان اللي شافته في الحلم، وبتقول ان الصوت ده جه من هنا. وفجأة بتشوف ظل وضخم، وبتقول ده جاي عليا وبينظر ناحيتي. وفجأة بيقرب، وساعتها بتشوف كاي لكن هي ما تعرفوش وبيغمى عليها. وساعتها بيشيلها كاي. انجي انا ازاي هقدم ليكي هدية عيد ميلادك دلوقتي؟ وبيكمل وبيقول المكان هنا خطر جدا، انت ازاي جيتي هنا؟ لكني هحميكي مهما حصل، واقسم اني هكسر اللعنة دي بيدي. وبتصحى انجي وبتسأل امها امي انت اخدتي بالك انا رجعت ازاي لوحدي امبارح؟ فقالت لها مش فاهمة. فقالت لها انجي انا اخرجت امبارح بالليل لوحدي لكني معرفش انا رجعت ازاي. فقالت لها لا ما خدتش بالي، لكن حذائك نضيف والباب كان مقفول وانت كنت نايمة، ممكن يكون كابوس، لا تخافي. وساعتها بتتصدم انجي وبتقول ازاي ده يكون حلم؟ ده انا شفت رجل في الغابة وكان وسيم جدا، وكمان شفت واحد اسمه مارتن سيلفا. ولو قلت لأمي على الافكار دي هتستغربني اكتر. خليني احقق في الامر بنفسي، لازم اكتشف لو كان مارتن سيلفا موجود في الواقع ولا لا. وساعتها بتروح هي وابوها في القصر عشان التنظيف الربيعي، وبينظفوا القصر في الوقت ده كل سنة. وفجأة بتلاقي ورقة وبتفتحها مكتوب فيها يسعدني أقدم ليكي أخيرا هدية عيد ميلادك الليلة. هيطلب منك ريكاي مساعدتك في التنظيف الربيعي، قابليني في حدائق جينر الليلة. فقالت كاي. فقال لها أبوها ما رأيك يا إنجي، موافقة على الذهاب؟ فقالت أكيد هكون مبسوطة بالمساعدة في التنظيف. فقالت في بالها انا عمال اكدب لكن مفيش خيار عشان اقدر اشوف كاي. حدائق جنراليف الدافئة المعروفة باسم المحمية المقدسة، وقيل ان الدب بلو كايل انغرم بالسيدة يوجينيسيا هنا والليلة في قلب المحمية هلتقي بيه. وفجأة بتتصدم انجي وبتقول انت مش معقولة، انت الراجل اللي شفته في الغابة. فقال لها مساء الخير انجي. فقالت انجي الصوت ده انا عارفاه. كاي مش معقولة، ازاي انت الشخص اللي شفتك في الغابة؟ امي ما صدقتش وقالت ده حلم. فقال لها انت ساعتها فقدت الوعي وشلتك للمنزل ومسحت كل الاثار الثلج اللي على حذائك ورجعت العباية بتاعتك لمكانها. فقالت له طب وانت هناك كنت بتعمل ايه في الغابة؟ فقال لها كنت سامع صوت ضوضاء غريبة، ويا ترى ده سبب وجودك هناك برضه؟ فقالت له ايوه سمعت صوت ضوضاء برضه، بس الغريب انت بنفسك اللي طلعت ليه؟ مفيش غيرك. فقالت في بالها معقولة كان الصوت ده من مطحنة الدقيق، لكن ازاي؟ انا متأكدة انه كان صوت انسان يصرخ. فمسك وجهها وقال لها عجبية هدية عيد ميلادك. فقالت في بالها انا سمعت كتير وتخيلت شكله، لكن لم اتخيل ابدا في مخيلتي انه هيطلع مذهل كده. وساعتها بيقبلها وبيقول لها انا اسف لو ضايقتك. فقالت له لا على الإطلاق، لكن أنا وإنت في ظروف مختلفة جدا. فقال لها لو كان ده
هو قلقك فلا داعي للقلق، انت غالية عندي جدا. وساعتها بنروح لواحد وبيقول هذا الفتى اغلى من اي شخص اخر، عشان كده عاوزك انه يعيش بقية حياته بشكل سليم سالما تماما. هذه هي امنيتي الوحيدة جيروم، وعشان تحقق هذه الغاية استخدم اي وسيلة ضرورية، سواء كان مخدرات جديدة او سحرا او علاجا. يجب عليك انقاذ كايل. وبيكمل كاي وبيقول لإنجي انا كنت مستني اللحظة دي عشان اشوف انت غالية جدا عندي، انت بتشعري بنفس المشاعر صح؟ فقالت اكيد. انا فضلت منتظرة اليوم ده جدا وكنت بسعى كل ليلة، وتصورت اللحظة اللي اشوفك فيها يا كاي، ولكن بالنظر الى عائلتي المتواضعة انا مش واثقة اننا هننفع نكمل مع بعض بالسبب ده. فقال لها كاي ام الراحلة وكانت ابنة معلم البيانو الخاص بأبي، افترضت نفس الشعور اللي هو عائلة متواضعة، وازاي هبقى ليا مكانة في منزل بلوك كايل. انا بقول الحقيقة، انت مش هتعملي اي مشكلة في علاقتنا دي. ببساطة انا عايز اسمع منك اجابة تاني من قلبك انجي. فقالت له كاي انا بشعر بنفس الشعور اتجاهك. وفجأة بنشوف الشخص اللي كانت بتحلم بيه انجي وبيقول شفتها بأحلامي مرة تانية، والراجل اللي كانت معاه كان كايل بلوك كايل. قال اسمه كده وريث منزل بلوك كايل. كل حاجة غريبة جدا. حقيقة ان فتاة عمري ما شفتها ابدا من قبل تستمر بالتجسد باحلامي، الاشياء اللي بتحدث بجزيرة كولينان. لكن ماذا علي ان افعل؟ انا مش قادر اثق ان كل اللي شفته في احلامي هلاقيه في الواقع. ده جنون، ممكن يكون صدفة. وبنروح لانجي وقاعدة سرحانة وبتفتكر كلام كاي لما بيقول لها انا اسف يا انجي، لازم اخد علاجي هياخد فترة وهنقعد شوية مش هشوف، لكن ده بعض الوقت بس هتكوني كويسة. فقالت له اكيد امنيتي الوحيدة انك تتحسن يا كاي. وبتقول لازم احل لغز مارتن سيلفا، انا مش لاقيه اسمه في كتاب المولدات اللي محتفظه بيه، لكن اتصور انه مجرد تصور من وحي خيالي. انا هبحث بعمق اكتر، ممكن يكون اسمه في سجل المقيمين بالجزيره. وساعتها بتروح السجل ومش بتلاقي اسمه برضه. فقالت معقولة دي مش حقيقة مجرد خيالي؟ فسألت بتاع السجل في حد من السكان حاول الهرب وواجهه نهاية سيئة؟ فقال لها ماذا؟ فقالت له زي اليود. فقال لها ما اعتقدش، بس ممكن تشوف سجل اسماء الاموات لو عاوزة. وفجأة بتيجي سيدة وبتقول انت هنا يا انجي، يلا نمشي، من المفترض اننا نجتمع معا. ودي بتكون لتيسيا وبتقول لها عشان التطريز انت نسيتي ولا ايه؟ فقالت في بالها انا هبص على سجل الاموات في وقت اخر، وكمان يمكن اشوفه في احلامي مرة تانية والاقي دليل اكبر عشان اعرف هو مين. وبتكون انجي واقفة مع صحابها وبيتكلموا على التطريز، وفجأة بتظهر سيدة وبتقول لهم انتوا واقفين كده ليه؟ يلا روحوا. وفجأة بنشوف ناس داخلة القصر وبنعرف ان الدوج بلوك كايل مات والد كاي. وبنشوف كاي وهو راح يشوفه وبيقول اخيرا ابي اغلق عينيه. امي كانت علاجه ذنبه الاساسي الوحيد والانسانة الوحيدة التي احبها بعد وفاة امي. ابي استسلم لجنونه. هذه هي النهاية التي واجهها. يا ترى هيكون قدري ايه؟ وهل ساكون قادرا على كسر اللعنة دي واستعادة حياتي؟ وبنروح لإنجي ومش مصدقة إن الدوك اتوفى، وبتقول كنت بتمنى انه يعيش لفترة اطول، ومش مصدقة ان الدوك بلوك كايل تركنا. سمعت ان حالته قد ساءت، لكني ما توقعتش انه هيفارق الحياة
أتساءل إذا كان كاي على ما يرام قلقانة عليه. وساعتها دخلت عليها أمها وقالت لها أين أبوكي؟ فقالت راح عشان تحضير الجنازة. فقالت أمها هم هيحتاجوا مساعدتك برضو يا إنجي. وساعتها طمنتها أمها إن الأمور هتكون بخير وخلاص ما بقاش فيه دوج بلو كايل، ودلوقتي في دوج جديد وهو الوريث كايل. وساعتها قالت إنجي إن كايل تعبان، يا ترى هيخف إمتى؟ فقالت أمها لو العلاج ده ما خفش عليه لازم يطلع يتعالج برا الجزيرة. وساعتها قالت إنجي لكن ما ينفعش يطلع برا الجزيرة لأن المياه محيطة بأسماك القرش وغير آثار الغازات السامة في جميع أنحاء البر الرئيسي. فقالت أمها عندك حق يا إنجي، وهقولك على حاجة، على الرغم إني معرفش التفاصيل لكن مرتين أو 3 في السنة تهاجر أسماء القرش وينحرف القمر وبيتحول للون الأحمر، وكده يصبح من الممكن أن يبحر في بالقارب في البحر. وبسبب المعرفة والتفاصيل دي أبحر الدوج الراجل إلى البر الرئيسي الدوج بلو كايل بحثا عن الطب من 8 سنوات، لكن فقط المرافق اللي معاه في العاصمة. وساعتها اضطر للعودة إلى هنا، ولهذا السبب ما قالش لحد أبدا عن المعبر عشان محدش يقلده ويعمل زيه. وكان من الممكن أن ينهي حياته زي ما فعل اليود بالظبط. فقالت إنجي يبقى كده البر الرئيسي هو مكان آمن للتواجد فيه. فقالت لها أمها لا تتبعي أفكار سخيفة زي دي تخطر على بالك. وساعتها قالت إنجي أمي أنا عندي آخر سؤال، هو إمتى تحدث الدورة القمرية اللي قلتلي عليها؟ فقالت مش عارفة، اللي عارفين التفاصيل دي هي الناس اللي في القصر بس. فيلا لمي أغراضك عشان نروح قصر بلو كايل. وبنروح للجنازة وبتقول إنجي أكيد كاي مش هيحضر الجنازة لأنه ما ظهرش نفسه قدام أي حد من دول. وفجأة بتشوف واحد وبتحسبه كاي وبتقوله كاي انت سامعني؟ وساعتها قال لها هش. فقالت من أنت؟ وساعتها بيشيل الشمسية وبيقول لها لقد مر وقت طويل يا إنجي، لقد مر وقت طويل. وساعتها بتقول وبتتصدم إنجي إنه يبدو مختلف جدا لما شافته خارج الكنيسة ساعتها لأنه بيشبه كاي. فقال لها أنا سمعت عنك كتير وعارفك إنك اسمك أنجيلا ريزدل وعندك موهبة ومنها التطريز وبتحب القراءة. فقالت له من فضلك ناديني إنجي. فقال لها اسمي مايكل ريندل. وبكده يكون انتهى الفصل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام. يا ترى كايل هيعمل ايه بعد ما مسك مكان ابوه؟